السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في القناة اللي كتضم جميع الأخبار الكروية الحصرية. اليوم غادي ندويو على المنتخب المغربي الأولمبي ونظيره المنتخب المصري، وأيضا الكلام غادي يكون على أشرف حكيمي وزميله في الفريق كيليان امبابي والمستقبل ديالو اللي مجهول مع الفريق الباريزي. ونبداو دابا مع المنتخب الوطني المغربي الاولمبي اللي غادي يواجه النظير ديالو اللي صعيب، خاصم فريمون راه صعيب بزاف، اللي هو المنتخب المصري. هذا المنتخب هذا يمكن نقولوا عليه منتخب دفاعي منظم، يعني عنده دفاع منظم، والتشكيله المحتمله اللي يمكن يلعب بها المنتخب المصري هو التشكيله ديال 4-3-3 اللي ما عمرو بدلها، وكنقولوا حذاري 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 من الكرات الثابته للمنتخب المصري. وكنعرفوا ان المنتخب المصري راه خبيث كرويا، خصوصا داك العشرة اللي كيتبنى عليه اللعب. وكنتمنى كل التوفيق للمنتخب ديالنا المغربي. ونمشيو دابا عند الدولي المغربي اشرف حكيمي اللي عندي عليه اخبار مفرحه. وصراحه اسمحوا لي خاصني ندوي على هذا الموضوع البارحه، ولكن نسيت، سهيت ونسيت، واسمحوا لي. اشرف حكيمي كيتصدر قائمه افضل ظهير ايمن في العالم، اللي كيتفوق على كايل ووكر والى اخره من اللاعبين اللي كيلعبوا في البوست ديالو. وخرجت شي هضره اللي سمعتها قال لك راه ما كيستحقهاش انه يكون هو افضل ظهير ايمن في العالم. اللي كيقول هاد الهضره فهو غلط 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 ديال بصح، حيتاش لولا اشرف حكيمي ما كانش المغرب غادي يوصل للدومي فينال، وكان ركيزه اساسيه في المنتخب الوطني المغربي. وزيد عليها كان كيتحايل على الاصابه ديالو باش انه يلعب مع المنتخب الوطني وما يضيعوش، ومع ذلك تختار في التشكيله الاساسيه في كاس العالم كافضل ظهير ايمن في العالم. وزيد عليها انه تختار في التشكيله الاساسيه في الدوري الفرنسي انه كاحسن ظهير ايمن في الدوري الفرنسي. وكيفاش بيديه ما يتصدر قائمه افضل ظهير ايمن في العالم؟ فين هو اللوجيك؟ وزيد عليها انه كان النيفو ديالو شويه طايح في هذا الموسم هذا، ونقول لكم مقارنه بالمواسم الاخرين، حيتاش فعلا هو راه كيلعب دابا مع البي اس جي في الدوري الفرنسي، وماشي سهل انك تلعب في الدوري الفرنسي وتعطي اللي في جهدك، وخصوصا مع مدربين اللي فهمتيني وكاين انت وسط بزاف ديال النجوم. ف كتكون القضيه قاصحه باش انك تثبت راسك وتبين راسك، ومع ذلك انه ثبت راسو وبين راسو، وهذا هو اشرف حكيمي وهذا هو السبع. ف كنتمنى ليه كل التوفيق مع المدرب الجديد لباريس سان جيرمان اللي هو لويس انريكي، وهادشي راه دويت عليه في الفيديو ديال البارح. ومشيو دابا عند الصديق ديالو كيليان امبابي. خرج ناصر الخليفي وكيقول بان المستقبل ديالو حنا بغينا يبقى، وبغينا احسن لاعب في العالم يبقى في باريس سان جيرمان، ولكن الا ما بغاش يجدد العقد ديالو ما نخليوش يمشي بالمجان، وغادي نخليو ليه اسبوع باش انه يفكر في المستقبل ديالو مع الفريق. الا ما بغاش يكمل فاحنا ما نخليوش يمشي بالمجان. والهضره كانت واضحه ديال ناصر الخليفي. فكنت هنا فيها نكون لكم وصلنا للخير ديال الفيديو، وكنتمنى لكم كل خير. ختامها مسك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.